ومؤسساتها باللون الأخضر، احتفالا وامتنانا وعرفانا للوقفات الجليلة والمساندة للبحرين من قبل المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وللشعب السعودي على مواقفهم المشرفة تجاه أشقائهم شعب البحرين على الدوام وفي كافة المواقف. تأتي هذه الاحتفالية التي شملت كافة مؤسسات البحرين الحكومية والخاصة ومدارسها استجابة وتفاعلا من المواطنين مع الدعوة التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت لتحديد اليوم الخميس يوما تكتسي فيه مملكة البحرين باللون الأخضر، والذي يمثل لون الخير والعطاء، ليقول فيه البحرينيون لأشقائهم في السعودية: شكرا لوقوفكم معنا، شكرا أبا متعب لمساندتكم لنا ولقيادتنا الرشيدة في البحرين. فشعب البحرين كافة لن ينسى الوقفة المشرفة للشقيقة المملكة العربية السعودية خلال ما مر بالبلاد في الفترة الأخيرة. فشكرنا كل الشكر للملك الوالد بمتعب حفظ الله ورعاه، وحفظ المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من كل سوء ومكروه، وستظل البحرين خليفية عربية. الطالبات عربوا عن أنهم كلهم يبون يوقفون وقفة وفاء حق بمتعب، ومثل ما تشوفون البحرين صبغت باللون الأخضر تقديرا لهذا الرجل المعطاء في دوره في خدمة البحرين والحفاظ على أمنها واستقرارها. المتاجر والأسواق شهدت إقبالا منقطع النظير من قبل المواطنين والمقيمين الذين تهافتوا لاقتناء كل ما يرمز للشقيقة السعودية من أعلام وصور وملصقات وأوشحة خضراء، ومزجها بالأعلام البحرينية وصور القيادة الرشيدة، كما زانت المركبات بصور الحب والولاء للمملكتين وقيادتهما الحكيمة. صراحة أنا أشكر أبو متعب على وقفته مع البحرين، صراحة وقفة تاريخية صراحة ما ننساها. يعني الكلام ما نقدر نوافيه يعني في حقه الصراحة وفي حق الشعب السعودي. والله الشعور لا يوصف. احنا أول شيء أن نقول له الحمد لله على سلامته، وطبعا وقفته ما تنسي. يعني لا استقبالنا راح يكون هو إلى يعني جزاءات على الوقفة اللي وقفها. طبعا يعني أول ما سمعنا البحرين بأزمة ودرس يعني على طول تدخل، يعني ما تردد إنه يساعد البحرين ويساعد أهلها. طبعا وقفة يعني ما نجازي، وفخر إن عندنا جيران مثل السعودية. قلوبنا مفتوحة له، أبوابنا مفتوحة له، ما قصر بمتعب والله. إن هذا الاحتفال الشعبي البحريني جاء تتويجا وتأكيدا على ما تحظى به العلاقات البحرينية السعودية من تميز ومتانة، والتي أرسى دعائمها الأجداد وسار على نهجها الآباء والأبناء، والتي شهدت تطورا مستمرا على كافة المستويات، انطلاقا من الثوابت والرؤى المشتركة ووحدة المصير، وإيمانا أن البحرين والسعودية كيانان لا يتجزآن، وأن يوم العرفان للسعودية متواصل ولن يقتصر على هذا اليوم فحسب. حصة دوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.